يا صباح السعادة، صباح السكر الزيادة على أحلى صحاب وأحلى لمة وأحلى أسرة، أسرة شيماء شانيل. أهلا بيكم معايا في فلوج جديد ويوم جديد. يلا بقى نصلي على الحبيب ونقول اللهم صلي وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. ونشوف بقى الفلوج بتاعنا فين النهاردة إن شاء الله. الفلوج بتاعنا النهاردة في الغورية وفي الخيامية. يوم جميل وما شاء الله، في كل حاجة متوفرة في المكان ده. كمان الناس اللي عايزة تشتري حاجات رمضان هتلاقيها في الخيامية، وكمان اللي محتاجين هدوم أنا للبنات بديكوا نبذة عن وللعرايس موجودة المكان في ده لأن الغورية. هو أحلى يعني مكان. كل أنا حاجة هناك والأقمشة كمان. اتربيت زي ما انتوا وعشت شايفين فترة من حياتي في الحسين، كانت أحلى الفترات في حياتي كلها، فأنا حبيت أفرجكوا عن المكان ده. هي اختلف كتير جدا عن زمان، واختلفت الناس كمان عن زمان. فركبت توك توك بصراحة لأن أنا كنت عايزة أروح الخيامية أو أصحاب المكان اللي كانوا هناك كنا بنسميها زمان المغربلين. فانتوا بقى هتشوفوا معايا جولة سريعة وانا بفرجكم. هناك موجود فوط، مفروشات، عبايات، كل حاجة ما شاء الله متاحة وموجودة في الحسين. يلا بقى نشوف جولتنا. احنا كده خدنا الشارع على طول، ولا رحنا شمال ولا يمين. بالظبط، وكده وصلنا الخيامية أو المغربلين. شايفين بقى الحاجات الحلوة. أهالي المنطقة بيسموه المغربلين و... والناس الغريبة بيسموه الخيامية. فانتوا بقى زي ما انتوا شايفين معايا هنبتدي بقى نشوف زينة رمضان. أنا بوريكم كل الديتيلز اللي موجودة في الشارع، والأماكن اللي بتبقى فيها حاجة رمضان. الكلام ده كان في شهر 2. فانتوا بقى شوفوا الفلوج كامل. وكمان بفرجكوا على الشنط والحاجات الحلوة جدا اللي موجودة هناك بالنسبة للبنات الصغيرة. يعني الشباب يعني 18 17 بيبقوا اليومين دول طالعين في ترند الشنط دي. فهي حلوة جدا والحاجات دي موجودة هناك، والشغل بتاعهم يدوي وممتاز وجميل جدا. شايفين بقى باب زويلة والأماكن الحلوة جدا اللي هناك، وده التطريز اليدوي اللي هم بيعملوه. ما شاء الله حاجات جميلة جدا، وده تراث مصري أصيل. يعني حاجات تطريز يدوي واللي عاملها مصريين، حاجات حلوة جدا. زي ما انتوا شايفين بقى داخلين بقى أول الخيامية،
ومعاكم بقى الفوانيس وزينة رمضان والعربيات وكل حاجة. معلش التصوير مش قوي لان انا كنت مركزة مع مالك مش مع التصوير. آه فان شاء الله باذن الله يعجبكم الفلوج. ولو وصلتوا معايا لحد هنا اتمنى من قلبي ان انتوا ما تنسوش اللايك فضلا وليس امرا. لايك وشير وسبسكرايب. نذكر بعض بقى بالصلاة على الحبيب. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. هو كده بقى خلاص خلصنا الجولة في الخيامية. والمكان ده تحت الرابعة يعني احنا بعد ما خرجنا من الخيامية على ايديكوا الشمال هيبقى تحت الرابع ده. ده برضو بيبقى موجود فيه فوانيس وزينة بتاعة رمضان. وكمان في الأيام بتاعة الأعياد بيبقى متوفر هناك الشوايات وحاجات الشوي كلها. وكمان في الأيام العادية بيكون بقى الشماسي والحاجات بتاعة المصيف الحاجات الحلوة دي. يعني أنا هحاول أخدكم نص الشارع مش لآخر الشارع لأن آخر الشارع ده كمان فيه حراس وفي كمان مديرية أمن القاهرة. هتشوفوا الجولة بتاعتنا وياريت برضه حابة أفكركم ما تنسوش لايك وشير وسبسكرايب للقناة. وكمان هنا بيعملوا الفوانيس اللي هي قديمة جدا. مين فاكر الفوانيس اللي هي بالشمعة وباللمبة؟ الحاجات دي موجودة. وبيعملوا كمان الأحجام القديم اللي هي الكبيرة. فشوفوا بقى معايا اليوم بتاعنا ماشي ازاي. واتمنى يكون الفيديو خفيف على قلبكم.
خلصنا تحت الرابع، جايبه لكم بقى الشكل بالتفصيل، شكل باب زويل عامل ازاي. والبوابه دي كانت زمان بتتقفل. شوفوا بقى الدنيا ماشية ازاي. وعلى جنب البوابة ناحية الشمال بيبيع واحد شموع شكلها حلوة جدا، وفوانيس كمان ستايل بتاعها جديد وحديث وحلوة جدا. شايفين بقى شكل البوابة كبيرة جدا. تخيلوا بقى الباب ده زمان كان بيتقفل. حاولت اقرب شوية واعمل زوم علشان تقروا المعلومات اللي موجودة. وكمان قدام اهو، شايفين بقى دي المكان ده اسمه السكرية. شايفين المكان ده مليان حاجات أثرية وحلوة جدا. وعامة المنطقة دي مليانة آثار كتيرة جدا. شايفين دي كانوا زمان بيسموها المشربية. برضو على الجنب ناحية الشمال هتلاقي برضو حاجات اللي هي هاند ميد، اللي هي البدوي، وحاجات زينة رمضان، ومحلات برضو دهب. كان زمان محلات الدهب في المنطقة دي كتيرة جدا، دلوقتي قلت وبقت منطقة تجارية أكتر، خاصة بحاجات اللي هي بقى مفروشات وحاجات العرايس الهدوم. يلا بقى نشوف بقى الدنيا ماشية معانا ازاي ويومنا ماشي ازاي. وبرضه ما تنسوش لايك وشير وسبسكرايب. بصوا ده الرانر بتاع السفرة حلو جدا. وبكده فلوج اليوم يكون خلص. يا رب يكون عجبكم ويكون الفيديو خفيف على قلبكم. أتمنى لايك وشير للقناة علشان القناة تكبر بيكم ومعاكم. أشوفكم في فيديو جديد بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اوعوا تنسوا اللايك.